الوقاية خير من العلاج، يعني ما استناش ان ابني تحصل له مشكلة وفي الاخر ادور اديله العلاج. لكن الطب بيقول احافظ على ابني واقدم له الوقاية من الاول. علشان كده هقول شوية نصايح خدوا بالكم منهم كويس علشان ابنك ما يتعرضش لتحرش لا قدر الله. واحد، ممنوع الأطفال تلعب والباب يكون مقفول. اتنين، ممنوع نهزر مع الأطفال في الأماكن الخاصة حتى لو كان رضيع. تلاتة، ممنوع نهزر أو نحكي ونقول نكت على الأماكن الخاصة أو على الجنس بشكل عام. رقم أربعة، ممنوع أولادي يلعبوا مع مراهقين ودوس تحت كلمة مراهقين كذا خط. خمسة، لو عندي طفل رضيع وبغير له الحفاضة، ممنوع ان انا اكون بغيرله الحفاضة قدام كل الناس، لكن باخده على جنب وغيرله. اخر واحدة رقم ستة، ممنوع ان الطفل في الصيف وفي ايام الحر او في ايام ان احنا بنعلم الطفل البوتي انه طفل يقعد عريان. كل الحاجات دي بتكسر الحدود الشخصية للطفل.